أصدقائي أحبابي متابعينا في كل مكان، إزيكم عاملين إيه؟ في حلقة جديدة من حلقات فرفوش وأصحاب. يلا بينا. يا ترى الاهلي هيعمل ايه في ماتش الرجاء في المغرب؟ الماتش ده صعب قوي. قول لنا أنت رأيك يا كابتن، ادينا شوية من عبقريتك. من واقع خبرتي في القهاوي والكافيهات بتوقع ان الماتش ده يبقى صعب جدا على الاهلي. شكرا على الإضافة يا كابتن. أنت قلت حاجة ولا عملت حاجة؟ ما احنا عارفين إن الماتش يعني صعب. جبت التايهة يا خي. ولا فاهم انت كلامك ماسخ يالا. اظبط نفسك بدل مظبوطك. يلا اسند ظهرك. يا كابتن ما احنا عارفين إن الماتش صعب، بس عايزين وجهة نظرك الفذة في الماتش الصعب ده. فعلا الاجواء هناك مشحونه جامد، ربنا يستر، بس ان شاء الله الاهلي قدها وقدود. طيب كولر هيعمل ايه من وجهة نظرك يعني؟ هيلعب ماتش هجومي ولا ينزل يدافع ولا ايه بالظبط؟ لا ما اعتقدش كولر ما بيدافعش، بس اهم حاجة يمشي على النقطة اللي انا وضحتها قبل كده وقلت نلعب 3 ارتكاز، لانه لما بدأ بيها في كذا ماتش فرق معاه، والعملية اتلمت شوية في الاهداف الكتيرة اللي كانت بتخش، وبكده قدر يعدي من الماتشات دي. فبرضه ارجع واقول نلعب 3 ارتكاز. اي نعم السولية متصاب ومش هيلعب، انما عندنا مروان عطية وحمدي فتحي وقالوا ديانج يقفل بيهم وسط الملعب. وعلى كده يا كوتش جاتلك دعوة بقى عشان تتفرج على الماتش؟ طبعا شفطورة. جات لي دعوة في ده اسم قهوة كافيه ده شفورة ولا دي عشان اتفرج على حساسية يا الماتش، كابتن؟ والكرسي الاولاني قدام الشاشة على طول. وانا ما مش اي حد يا فاهم يا اللي مش فاهم. انا قلت الواد ده لسانه طويل، لم نفسك بدل ما لمك يلا. هي المهنة لمت ولا ايه؟